يا مدام دي خامس مرة تكلميني واقول لك ان انا مش هعرف اخسسك 40 كيلو في اسبوعين. احلف لك ان انا دكتور مش ساحر. ولما بنت خالتك عملتها عند دكتور تاني بتكلميني انا ليه؟ ماشي يا فندم. مع الف سلامة، الله يسامحك. اهو انتي امل انها ايه الاخبار؟ لما عندك دور برد. الف سلامة عليك. طب ايه المشكلة؟ اه. يعني ريهام جارتك شايف ان اكل رجيم هو السبب؟ وريهام جارتك دي دكتورة يعني؟ اه، خدمة اجتماعية. اه، اكل الرجيم اللي انا كتبته لك هو السبب، هو اللي جاب لك برد. وانت بتاخدي الاكل ده من عندي؟ انا كل عليا ان انا كتبته لك، مش انا اللي عامل لك الاكل. اه، هو اللي ضعف مناعتك وخلى يجيلك برد بسهوله. ريهام جارتك اللي قالت لك كده. طيب بقى كملي رجيم مع ريهام جارتك وامسحي رقمي. الو. ايوه يا فندم. ايوه انا دكتور التخسيس. رجيم ايه اللي زدت عليه 2 كيلو؟ اه يعني انت واخده رجيم من عندي وزدت عليه 2 كيلو. انت كنت بتخسي ولا بتتخني؟ بتخسي اه. طيب التزمتي ازاي في الرجيم؟ يعني ايه يا فندم كنت بتاخديه بعد الاكل؟ هو مضاد حيوي؟ اه يا فندم، تخيلي. او الاكل اللي انت واخداه ده هو كل الاكل المفروض تاخديه. ام كريم ازيك؟ ايه الاخبار؟ هو ايه اللي عماله تشربي شيح بابوني وما بيخسسكيش؟ اه، عماله تشربي في شيح بابوني وما بتخسيش. بصي، هو انا مش عايز اهدم ثوابت او يعني لا قدر الله ولا اعبث في مقدسات. بس هو الشيح البابوني ما بيخسسش. بعدين هو ايه الشيح البابوني ده اصلا؟ خلاص، باذن الله المتابعه الجايه نشرب انا وانتي كوبايتين. كوبايتين ايه؟ كوبايتين سم عشان اخلص منك ومن الشغلانه دي. اقفلي اقفلي.